المكرم هيئة التحكيم المكرم، جميع الأساتذة والأستاذة كلية المعلمين الإسلامية، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية يكرم بها أهل الجنة. يسلم الصغير على الكبير، والمر على القريب، والقليل على الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعل الحج مبرورا للعباد، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء لخطبة هذه يسرني أن أقدم شكرا جزيلا وفيرا على نعم الله العظمى ورحمته الوسعى حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. ثم صلاة والسلاما كاملة على نبينا وعلى رسولنا وعلى الحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. الذي قد أخرج الناس من الجهالة في العقيدة إلى الحياة المنورة بالإيمان والإسلام. شكرا لكما يا صاحب الجلسة الذي قد أعطيتني وقتا قليلة لأن أخطب أمامكم تحت العنوان الكبر والمتكبر. عباد الله، نتحدث في هذه الخطبة عن مرض خطير لا يخلو منه كثير من البشر بنسب متفاوتة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ومجيب لغضب الرحمن والسباب عظيم من أسباب الحرمان. إنه الكبر. أليس كذلك؟ ما سمعت صوتكم. أليس كذلك؟ فلا يليق بالمخلوق الضعيف أن يتكبر على الناس ولا أن يدخله العجب والغرور، فالكبر والعجب داءان مهلكان لا يتحلى بهما إلا أراذل الناس. وقد جم الله الكبر في مواضع من كتابه، وجم كل جبار متكبر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر مصروف عن الحق والهدى، لأنه أقل وأخطر من أن يؤته. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يتبع الله على كل قلب جبار متكبر. فالمتكبر مطبوع على قلبه ومختوم على فؤاده، والمسكين لا يشعر بذلك أبدا. والمتكبرون هم أهل النار. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى للمتكبرين.
والمتكبر مصروف عن الحق والهدى والمتكبر مختص بالله وحده فويل لمن أراد أن يكون شريكا لله بصفاته. قال الله تعالى في الحديث القدس: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وما عصى إبليس ربه وهو أول العاصين إلا لما استقر في قلبه من الكبر. يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بل إن الكبر الشر وأخطر من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. الكبر يا عباد الله رفض الحق ودفعه وعدم الالتزام به. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عن النبي قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. قال رجل: إن الرجل يحب ثوبه حسنا ونعله أحسنة، إن الله جميل يحب الجمل. الكبر باطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. شكرا على اهتمامكم والأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.